أنا عندي سؤالي هو دلوقتي بخصوص بجد الزوجة التانية. مش بتكلم الست بقى، أنا بتكلم كتفكير راجل، والكلام ده مخصص للرجالة وبس. انت بتتجوز لما بتوصل لمرحلة معينة، انت مع الست دي انت مش قادر تكمل، او في رجالة كتير بيبقوا واخدين دوت كعقاب للزوجة الأولانية، أو يقولك لا أصل أنا مش عايزة أهدم البيت الأولاني عشان خاطر العيال. هاتولي، انا هقول لكم الا من رحم ربي، هاتولي بيت واحد لما بيوصل لمرحله اللي هو ما بيشوفش الاب، البيت ده ما بيتهدش، العيال دي ما بتطلعش معقده، او بيبقى جواها كلاكيع او انت ليه بقى لما ربنا بيديلك مع الزوجه دي ليه بتفتري بجد عليها؟ ليه بتكسرها؟ ليه بتروح تتجوز واحده تانية تقولك اصل انا تدلعني؟ طب ما يا عم ما تصرف على الاولانيه ديت واديها، وهي هتبقى لك اليسيا. ازاي؟ في رجاله كتير دلوقتي يقول لك ايه، اصل انا عايزها ملكة جمال. طب يا عم ادفع الملكة الجمال دي، خليها ملكة جمال. طالما انت دلوقتي بقيت شايفها اشكيف مخيف، ما بقيتش عاجباك، خلاص اصرف عليها ووريها اللي هي عملته ده كله. مش هقول لك بقى هي طالع عينيها والكلام ده كله، لو هي فعلا ست معفنة سيبها، اصل انت كده كده هتبقى متساب. ما تقوليش ان انت تبقى الحاج متولي مثلا وهتعيشهم في عمارة، برضو مش هتبقى متواجد مع العيال. انا كان بالنسبة لي ابويا الله يرحمه ده كان عمودي وظهري، ولما مات فعلا اتقسم ظهري. ربنا يبارك لي في عيالي بس ما فيش بعد الاب، فهستنى من الاجابة من الرجالة فقط وبسرعة.